مساء الخير، فيديو جديد بلوري كلير وانبوكسنج مره تانية. المره دي باتل اوف ليجند شابتر 1. كان بقالنا كتير قوي ما عملناش انبوكسنج، وده لاسباب كتير، منها ان مفيش حد تقريبا بيحب فيديوهات الانبوكسنج على الشانل. بتبقى مثلا في 100 بيشوفوا الفيديو ولا حاجه، بس انا كده كده جبتهم فقلت ليه لا ما نعمل فيديو الانبوكسنج. ويا جماعه لو مستغربين، بس ده التيشيرت ده عشان اللي شايف راسه عارف الوحش اللي هو تقريبا اكتر. دي كان بحب العب بيها. وزين تقريبا من اجمد الكاركترز تقريبا بعد كايبا. يعني ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين، بس انا شايف ان هو من الناس الاستراتيجيين قوي في الانمي. وكايبا كان استراتيجي قوي برضو، بس ده ممكن موضوع الفيديو تاني بقى. فخلينا نبتدي على طول بباتل اوف ليجندز، اللي الحقيقه هم علبتين اللي فيها الكروت اللي موجوده فيها مش اجمد حاجه. الاكتر كارت ليه فاليو هو نمبر 39 الالترنت ار، وبعد كده يوبيل، وبعد كده بقى بيفضل ينزل كله تحت ال10 دولار. ما فيهوش حاجه الفاليو بتاعتها عاليه قوي يعني. والزهره دي عليها ستراتوس. ما اعرفش ليه بيحبوا ستراتوس قوي بصراحه. يعني ستراتوس من اكتر الهيروز فاهم، الكارت بتاعه لازم يبقى غالي وكده. ما علينا، خلينا نعمل كده وهنشوف. في هنا كارت وفي 2 باكس، وفي بعد كده علبة فاضية، بس العلبة قوية المرة دي. وتعالى نفتح العلبة التانية ونطلع الباكس كلها ونشوف بقى كله مرة واحدة. وده زهرة سايبر دراجون. سايبر دراجون اهو، الزهرة اهو، حلو. وهنا في 2 باكس. طيب، وتعالى كده قبل ما نشوف الكروت نعرف كده ايه يا ترى السيكريت، لان دول سيكريت. فتعالى نعرف كده السيكريت ايه اغلى كروت فيهم ونعرف بعضها. طيب ادي يا سيدي. طبعا احنا بيطلع لنا الاول واحد سيكريت وبعدين الترا. معرفش ليه بقول سيكريت كده، بس هي واحد سيكريت وواحد الترا. اغلى واحد هو ابسولوت زيرو، وبعدين تايم لورد، وبعد كده ستراتوس. ماشي، وبعد كده كايجو و تعال نشوف اول واحد يا سيدي. هو سايبر سلاش هاربي ليدي، وده ب2 دولار بوينت 3.38، يعني تقريبا 2.4 من 10، 2.5. اوكي، المفروض كده بقى عشان الكاميرا. طيب، اول واحد هو سايبر ايه، سايبر سلاش هاربي. وتاني واحد هو ستراتوس اهو. طيب، وهنا ستراتوس 8.4 ونص. طيب حلوين قوي، خليهم كده. تعالى نبتدي بقى بدول. بعد السيكرت لما بتبعد عنه بتلاقي ان الالترا، عشان برضو نبقى واخدين بالنا واحنا بنفتح الكروت، بنلاقي ان الالترا اكتر حاجه فيها هو يوتوبيا، وبعدين يوبيل، وبعدين نمبر 90، وبعدين داركنس ميتال، وبعد كده ايه بيفضل يقل. ده بالنسبه للالترا. اما بالنسبه للكومن بقى اللي هو موجود، اغلى حاجه فيه هو وولف اللايت سورن بيست، وبعدين سولار تشارج، وبعدين فيوجن ديستني. وانا مبسوط ان في فيوجن ديستني هنا، كان نفسي في الكارت ده من زمان بس كان غالي قوي. وفي نفس الوقت برضو هم حاطين هنا حاجات سايبر دراجون، دي حاجه كويسه. بس في كروت كده تزعل والله ان هي معمولها ريبرنت بالسهوله دي بعد ما كانت غاليه. يعني بعد ما انت تكون ممكن تكون يعني انا بيج اي مثلا نمبر 11 بيج اي اشتريته، وبريزما ده دورت عليه كتير قوي نزل كده ريبرنت عادي. بريزما ده ما كانش بيتطبع بسهوله خالص. ما علينا، خلينا نبدا على طول. طيب ادي كده نشوف يا سيدي. ماشي، different dimension high speed roid. ده برضو كان موجود، ده موجود من زمان. ده اتعمل له ريبرنت كتير، اتعمل له ريبرنت كتير كتير. كايجو ستيكي ايرث انسكت. ستيكي ده $40. تعال نحطه هنا. وايت اورا ويل .85. يوبيل التيميت نايت مير ب3.3. ماشي. وبعد كده بنكمل على الكروت العادية. كالنتوزا ده انا دورت عليه كتير قوي. فيوجن ديستني اهو، ديستني هيرو، ديستني فوسل وهيرو ليفز. تعال نطلع بس الالترا. وانا اعتقد ان الافضل في الاخر يعني ان انا افتح كله وبعدين نشوف الاسعار سوا بقى في الاخر. تعال نكمل تاني. باك تي جي جير زومبي. ماشي، جاروث لايت سورن، لا تاني وولف. سولار تشارج اهو، ده ممكن نحطه مع دول. وايت دولفين، كروسيدر اوف انديميون، تقريبا كده احسن. تي جي دريل فيش، دريمر، جيمك بابت نايت مير، قلنا هنبص عليهم في الاخر. سكاي سترايكر افتر بيرن، سايبر دراجون نسخة جديدة، انا عندي كتير قوي. ماشي، كايجو فايلز ودراجونيك. بريزما جميل حلو قوي. ولارفا ويوتوبيا.
وميستيكال بيست اوف ذا فورست. حلوه طبعا اللي بيجمع اللايت سورن والهيروز اكيد. الباقي كله فيه حاجات بس حاجات بسيطه، بس هو اللايت سورن والهيروز هما المهيمنين يعني. طيب ريدن هاند اوف لايت سورن، حلو لايت سورن يعني ممكن يتعمل سولار تشارج تاني اهو، وبعدين رابر تاني، كروسيدر تاني. في ايه يا جماعه ازاي؟ دينكو سيكا، دينكو سيكا كويسه كده خليها على جنب عشان اشيلها. دينكو من الكروت القاتله لحاجات كتير زي اللابرنس وكده. ايه ده؟ يوبيل التيميت نايت مير تاني. وفي وندر ده ماشي حلو، وفي كمان تيرور انكرنيت جميل قوي. وبعدين كروت عاديه ديناير. هو انا حاسس ان الكروت هي طالعه بنفس الترتيب، حاجه غريبه قوي. خلاص احنا خلصنا، ناقص باك واحده وبعدين نبص على الاسعار. انا بس ببص كتير يا جماعه، الموبايل هنا اللي بيصور والكاميرا دي بتصور والشاشه اللي بشوف عليها التصوير هنا والشاشه اللي بشوف عليها الاسعار هنا والمايك هنا، فعشان كده انا عمال بعمل كده. طيب اخر حاجه جالاكسي سولجر ده كده برضو. ليفنج فوسل كونتاكت ميراكل اي كلام انكريس، تعالى كده. وكاكتس اكسايتن نايت ماشي ماشي. وسايبر دراجون ما فيش حاجه قاتله يعني. وبريزما تاني لارفا واس 39 ده اي كلام طبعا. تعال نشوف كده بقى سريعا الاسعار اللي عندنا. طب نجيب بقى المايك كده عشان الصوت، ونجيب هنا الكروت الايه المهمه كده وتعالى نشوف. طيب احنا عندنا هنا سايبر دراجون الالترا بكام؟ اعتقد ان هو مش غالي خالص، ب50.5. مش حاجه طبعا لان هو ده مش الالترنت فيرجن، حتى الالترنت اغلى شويه، ده 0.3 حتى مش حاجه. اكسايتن نايت ب1.5 ماشي خليه كده. جالاكسي سولدر احنا عارفين. وده يوبيل تيرور بقى، تيرور انكرنيت بكام؟ ب1.3 اصلا ماشي. ده السيلفر، هو في نسخة عادية ونسخة سيلفر. اوكي النسخة السيلفر ارخص. اكسترا هيرو وندر درايفر ب0.37، وبعدين احنا عارفين نايتنبير ب3. دينكو ما اعتقدش هتبقى غالية ولا حاجة. دينكو سيكا مش غالية. وسايبر دراجون احنا عارفينه. سكاي سترايكر مانوفر 1.5، وبعد كده جيميك بابت نايت مير ده 0.5 حتى. وبعدين العادي بقى والعادي، وهنا ده والكايجو ده ولا حاجة برضو. وبعدين عندنا بقى السيكريت ستراتوس وعندنا السلاش. طيب يعني والله هي طلع كام كارت حلوين، بس هي ما اعتقدش ان هي باك تستاهل انك تجيبها الا لو بتدور على حاجة. ومشكلة ان هي عشان كروتها كتير صعب يطلع لك كل الحاجات اللي انت عايزها. ما ريكومندش يعني بصراحة انك تشتريها لو انت كنت مهتم، الا مثلا عايز بقى تلعب ان يوبيل غالي شوية فنفسك يطلع لك يوبيل، الا لو عايز تلعب يوبيل مثلا ويوبيل غالي شوية اللي ب20 النسخة اللي هو السيلفر دي، فتجرب حظك فيها ممكن ساعتها ممكن بس غير كده ما اعتقدش يعني. بس كده ده كان فيديو سريع للانبوكسنج، والفيديو الجاي هو انبوكسنج ليجاسي اوف ديستركشن. ده بقى الايه الحاجة المهمة اللي فيها حاجات كتيرة وكوارتر سنتشري وكده. فاشوفكم الفيديو الجاي. يا ريت لو الفيديو القصير ده عجبك تعمل لايك وسبسكرايب وشير على الفيسبوك واليوتيوب. وهو مين فعلا اكتر واحد استراتيجي بيعرف يلعب اللعبة؟ ده حوار مهم لازم نتكلم فيه. يا ريت تكتبوا فعلا في كومنت عشان ممكن على اساس الكومنتات كده اخدها واعمل بيها فيديو كده. هحب اتكلم في فيديو زي ده. بس كده شكرا جدا.